5 نصايح عشان تحافظي على غسالتك وتعيشيها أطول فترة ممكنة. في ظل الظروف اللي احنا فيها دي مش هنشتري غسالة كل شوية. اسمعي نصايح. أول حاجة، لازم ما تحطيش الغسيل في الغسالة لحد آخرها، حطيه لحد النص، أو لو في فلاتر يبقى الغسيل لحد الفلاتر الموجودة دي. تاني حاجة، ما تحطيش المسحوق على الغسيل، يا ريت تحطي المسحوق قبل الغسيل وتملي الغسالة مية وتديها دورة بحيث ان المسحوق يدوب جوه المية الأول. تالت حاجة، او يا ريت تنضفي الغسالة وتعملي لها دورة غسيل بالخل كل شهر على الأقل، ويا ريت كل أسبوع لو أمكن. لو ما عندكيش زرار تنظيف الحوض في الغسالة يبقى امليها على أعلى مستوياتها وخليها تمر في كل مراحلها عشان الغسالة تنضف كويس. رابع حاجة، بعد ما تغسلي الغسيل وكل حاجة والغسالة تفصل، افتحي باب الغسالة وطلعي الغسيل فورا، لأن الغسيل جوه الغسالة هيخليها تكمكم. وما تقفليش الغطا بعد ما تطلعي الغسيل، لا سيبيها تتهوى. لو عندك شباك في المطبخ او في الحمام افتحيه عليها عشان الغساله ما تكمكمش وتعمل ريحه. والفلاتر اللي موجوده في الغساله دي تتشال وتتنضف باستمرار. خلي بالك من المواسير بتاعتها والحاجات المطاطيه دي ممكن تتنى، ممكن يجرى لها حاجه، لاحظيها باستمرار. ولازم تكون الغساله محطوطه على ارض مستويه عشان لما تيجي في مرحله العصر الغساله بتتهز جامد. ما ينفعش بتبقى الارض تحتيها ملقلقه. خلي بالك على نفسك وعيشيها صح. ولو امكن تجيبي قاعده للغساله او حاجه جرار عشان تنضفي تحتيها وما تسيبش اي بواقي تحت الغساله، يبقى حاجه كويسه. عيشيها صح وخلي بالك على صحتك وصحه اسرتك. لو اول مره تشوفيني فاعملي لي متابعه، ولو متابعني على تيك توك لايك واعملي لي حفظ الفيديو ولايك وشير لقناتي على اليوتيوب.